هقولك على 4 نقط مهمين خدي بالك منهم كويس قوي، لانه دول رد على سؤال دايما بيتكرروا معايا في الجلسات. هل الحدود بتبوظ العلاقات؟ من وجهة نظري ممكن وممكن لا، والفرق مش في الحد اللي بيترسم، الفرق في نوع العلاقة اصلا. اول حاجة لازم تاخدي بالك منها وهي ان الحدود مش بتبوظ العلاقات الصحية، بالعكس هي بتكشف. العلاقات الصحية مبنية على ايه؟ مبنية على المساحة، المرونة، واحترام الاختلاف. فلما بنيجي نرسم حدود ممكن العلاقة دي تتفاجئ، ممكن تزعل شوية، لكن بعد شوية بتتكيف على الحدود دي. العلاقات الصحية قادرة تستوعب التغيير اللي بيحصل نتيجة لرسم الحدود، لأنها قايمة على التواصل مش على الامتلاك. فرسم الحدود فيها بينظم القرب مش بيقطع. العلاقات الصحية قادرة تستوعب التغيير الناتج عن رسم الحدود، لأنه العلاقات دي مبنية على التواصل مش الامتلاك، وبالتالي رسم الحدود فيها بينظم العلاقة مش بيقطعها. طيب ندي مثال من ضمن الامثله اللي احنا بنتكلم فيها، زي مثلا واحده صاحبتك متعوده تكلمك في اي وقت، فلما هتيجي مره وتقولي لها انا مش مناسب ليا تكلميني بعد الساعه 9، هي ممكن تتفاجئ وتتضايق شويه لانه في تغيير حصل في الطريقه، لكن بعد شويه هتقولك طيب تمام، تحبي اكلمك امتى. دي علاقه صحيه. تاني حاجه لازم تاخدي بالك منها وهي ان الحدود بتبوظ العلاقات القائمه على الاستنزاف. وعلى فكره دي مش خساره، العلاقات القائمه على تحملك، سكوتك، تنازلك، وخوفك من الخسارة، الحدود بتهز الأساس بتاعها. وبالتالي لما بتيجي ترسمي حدود، وبالتالي العلاقات اللي استمرارها بيتوقف على إنه ما يبقاش عندك حدود، دي بتبقى علاقات غير متوازنة. فلما بتيجي ترسمي لها حدود، الشخص التاني بيحصل إيه؟ بيغضب، بيثور، وبيقطع العلاقة. وهنا بيبان ان العلاقة كانت محتاجة صمتك مش محتاجة وجودك اصلا. ثالث حاجة لازم تاخدي بالك منها وهي انه احيانا الحدود بتبوظ الشكل القديم للعلاقة علشان تحافظ على جوهر العلاقة دي، لانه في بعض العلاقات بتبقى محتاجة اعادة ضبط، اعادة تفاوض، واعادة تعريف، وده بيكون مزعج في الاول لانه الانسان بيقاوم اي تغيير ممكن يهز التوازن القائم. خدوا بالكم ان الحدود ممكن تكسر الشكل القديم للعلاقة عشان تسمح للعلاقة تظهر بشكل اقوى وانضج. يعني مثلا زوجة كانت متعودة انها تسكت، لكن بدأت ترسم حدود، في توتر، في خناقات، في قلق، لكن بعد فترة بقى في كلام اوضح، احترام اكتر، وادوار اعدل. العلاقة هنا مرت بمرحلة اهتزاز، لكن هي ما باظتش، هي اتصححت. رابع واخر حاجة، الحدود بتنهي علاقة واحدة بس، وهي العلاقة اللي مبنية على غيابك. لو علاقة انتهت بعد رسم اول حد، لا قبلت ولا تفاوضت ولا احترمت، ده معناه ان دي ما كانتش علاقة، ده كان ترتيب بيخدم طرف واحد بس. خليكي فاكرة ان الحدود مش اداة هدم، الحدود اداة فرز، بتخلي ما يصلح وتنهي ما يؤذي. وخليكي فاكرة كمان ان العلاقة اللي ما تستحملش الحدود هي ما كانتش مستحملاكي اصلا، وده على فكرة مش فشل، ده نضج.